السلام عليكم متابعي القناة، إن شاء الله تكونون بخير. مقطع جديد راح نشوف شنو اللي صار بالمحمية، أيضا نشوف الأفراخ هاي شنو وضعهم. خليكم ويانا. الأول نشوف إذا أكو هنا بيض شي، لأن ما شايف صار فترة، وأشوف الأنثى جاي تدخل هنا، بس ما أعرف إذا أكو بيض أو لا. لحد هسه ماكو شي، يعني جاي تجهز. نعم نفس الحالة. هاي هنا على وجه البيض، يعني أما اليوم باكر هيك يعني كلش صعبة. حبات مثل ما قلنا الأنثى جاي تجهز إن شاء الله على وجه بياض. من خلال هاي الفترة ننتظر تبيض ونشوف. هذا الزوج اللي جاي يجهز يدخل للبياض. هم راح نشوف الزوج اللي هنا التربية الفردية، نفحص البيض مالهم نشوف شنو البيض شاد ما شاد. وأيضا كطريقة حتى اللي ما يعرف شلون يفحص البيض نتعلم طريقة فحص البيض. ممكن تطلع هي ما تقدر تطلع قطعنا المقطع لبين ما اللي هي طلعناها برا، طلعنا البيضات شوي صعوبة تعارك. نبدي بفحص أول بيضة. شوف هنا ما شاء الله مدام أحمر، طبعا بالتصوير ما جاي يبين، يعني البيضة شادة. هاي وحدة شادة، هاي كذلك شادة، هاي آخر بيضة بيضتها أمس بعد صفرة، شكلها أصفر يعني ما بيها لا خيوط حمر لا شي. هاي بادية تشد، وهاي أيضا شادة ما شاء الله. شوية صعوبة الفحص لأن ما تقدر تطلع النافية، هذا السبب شوية صارت صعوبة. نرجع لها بيضاتها. طبعا أهم شيء إنه تحاول تقلل الحركة بينها حتى الطير شوي تأمن. وما تخاف وظل تنتج لك بصورة مستمرة. رجعت قعدت عليهم طير حنينة ما شاء الله. وننتظر نشوف مقطع جديد إن شاء الله، على أمل هاي تبيض أو هاي اللي فوق القفص